لو انت طول عمرك بترفع الكورة كده وعاوز ترفعها كده، فالفيديو ده ليك. انا اسمي حسام هاني، وفي فيديو النهارده هعلمك افضل 5 طرق لرفع الكورة من على الارض، وازاي كمان تستخدمها في الترقيص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل عشان تتابع كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بس بعد الانترو. اول طريقة معانا وهي الاوتسايد اكا. الحركة دي ممكن ترقص بيها اي حد لو اتعلمتها كويس. هي هتبان صعبة في الاول، بس مع الوقت هتبقى سهلة. اول خطوة هي انك تحط الكورة قدام رجلك الشمال بالمنظر ده. تاني خطوة هي انك تسحبها لورا برجلك اليمين في اتجاه جسمك. تالت خطوة هو انك ترفع الكورة بمشط رجلك لفوق، وبعد كده تخبطها ببطن رجلك لقدام. اتمرن عليها كتير في البيت، وبعد كده ابدأ اعملها في الملعب. اتمرن عليها كأنه قدامك مدافع بالظبط. حط ستاند او اي حاجة وحاول تعمل الحركة دي فيه كتير. تاني طريقة هي الانسايد اب، ودي زي اول طريقة بس المرة دي هتضرب الكرة بوش رجلك. اول خطوة هتسحب الكرة برجلك الشمال ناحية رجلك اليمين. تاني خطوة هترفع الكرة بوش رجلك الداخلي رجلك اليمين. تالت خطوة وهي انك تضرب الكرة بوش رجلك الخارجي لبره. الحركة دي على بعضها هيبقى شكلها عامل كده، ولو بصيت للحركة دي هتلاقي ان هي الاوتسايد اكا، بس العكس. بدل ما بتعملها ببطن رجلك بتعملها بوش رجلك. اتمرن برضه على الحركة دي كتير، واهم حاجة انك تتمرن عليها قدام حد، سواء في الملعب او في البيت. ممكن تحط ستاند زي ما انا حاطط كده وتحاول تعملها كتير لحد ما مخك ياخد على الحركة. تالت طريقة معانا وهي الاكا 3000، ودي من اصعب الطرق لرفع الكورة. اول خطوة هترفع الكرة لفوق عادي بوش رجلك اليمين في مستوى ركبتك. تاني خطوة هتلف جسمك عكس عقارب الساعة. تالت خطوة هتستلم الكورة برجلك الشمال مع الدوران بالشكل ده. الحركة دي من أصعب الحركات اللي محتاجة تمرين كتير، حاول تتمرن عليها كتير في البيت بحيث إن أنت تبقى قادر تعملها في الملعب، ولما تعملها في الملعب هتبقى بالشكل ده. رابع طريقة معانا وهي 360 تيرن، ودي حركة فري ستايل. أول خطوة عايزك تتعلمها إنك ترفع الكورة برجلك اليمين في مستوى دماغك، ودي هتاخد منك مجهود وتمرين كتير لحد ما رجلك تاخد على الباور المناسب إنها ترفع الكورة لمستوى دماغك. تاني خطوة هي إنك هتلف 360 درجة، وآخر خطوة هي إنك تستلم الكورة تاني بالشكل ده. بس عايزك تبقى سريع في الحركة دي بحيث إن أنت تزق الكورة لفوق وتلف قبل ما تنزل على الأرض بحيث تلحق تستلمها. آخر طريقة معانا وهي السايد فليك، ودي سهلة جدا. أول خطوة هي إنك تثبت رجلك الشمال في الأرض. تاني خطوة هو إنك تضرب الكرة برجلك اليمين في وش رجلك الشمال بالشكل ده. الحركة دي من أسهل الطرق اللي ممكن ترفع بيها الكرة على الأرض، بس بتدي منظر حلو. حاول تعملها كتير عشان تاخد عليها. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو أنت حابب تطور نفسك في كرة القدم في البيت ومن غير كوتش وتتمرن زي الأجانب، انزل اعمل سبسكرايب وانا اقول لك على احسن التمارين اللي الناس بره بتعملها عشان تحسن مستواك. سلام عليكم.